السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، بقالي اسبوع ما نزلتش فيديوهات بسبب سفري لمرسى مطروح. مصيف كان جميل جدا، استمتعنا فيه بمية مطروح. شواطئها جميلة جدا، احسن شواطئ في مصر هي شواطئ مرسى مطروح. واشترينا وتجولنا، وحابة اعمل لكم ريفيو عن اللي انا اشتريته من مطروح، من سوق ليبيا عند شيخ العطارين. اشتريت بهارات، اشتريت كمون الربع ب60 جنيه، يعني الكيلو ب240. والفلفل اسود اشتريت نص كيلو فلفل اسود. طبعا احلى بهارات هي البهارات من مرسى مطروح، دي ب75 جنيه، يعني الكيلو ب150. واشتريت بهارات سمك، بهارات سمك الربع ب40 جنيه. وبهارات فراخ برضو الربع ب40 جنيه، 40 فراخ. والسبع بهارات برضو الربع ب40 جنيه. واشتريت دقة زعتر تحطيها على الجبنة القريش وزيت الزيتون وتاكلي بقى، وبتبقى جميلة جدا. ده التمن ب20 جنيه. والبابريكا المدخنة دي مش موجودة لا في مصر ولا في أي حتة. يديك البابريكا عادية يقولك دي بابريكا مدخنة، لا دي البابريكا المدخنة الربع ب50 جنيه. واشتريت حاجات تانية، اشتريت حبهان التمن ده ب100 جنيه. دي أغلى حاجة في البهارات، الكيلو ب800 جنيه. كيس ورق اللورا ده، الكيس ده كله ب20 جنيه. بص ورق اللورا كبير ازاي عندنا بيبقى مكسر. الكاكاو اشتريت كاكاو ربع كيلو كاكاو ب50 جنيه. كاكاو. واشتريت، انا بجيب لكم الفاتورة الاسعار. بهارات بطاطس، بهارات بطاطس اهي، تحطيها على البطاطس المقلية بقى تديها طعم ايه، اخر حلاوة. الربع ب40 جنيه برضو، يعني كل البهارات كلها ب40 جنيه الربع. واشتريت كركم الربع ب40 جنيه برضو. والكزبرة الربع ب20، دي رخيصة شوية، الربع ب20 جنيه. واشتريت طبعا مروحش مرسى مطروح الا لما اجيب زيت زيتون. كيلو زيت الزيتون ده ب200 جنيه، كيلو ب200 جنيه. طبعا غلي، السنة اللي فاتت كان ب100 جنيه، السنة دي ب200 جنيه، يعني الضعف السعر. ودي مجموعة زيوت للشعر، خلطة زيوت للشعر ب100 جنيه. الإزازة الصغنونة دي برضو غالية، 100 جنيه بس. زيت شعر جميل، خلي الشعر زي حرير ومش هايش. اشتريت ايه تاني؟ اشتريت الدهان ده من هناك لرجلي، الوجع رجلي، اسمه دهان بلسان العجيب، دهن مساج الجمل الطبيعي. ده فيه مكوناته، قال لي ده فيه زيت نعناع. خلينا اقول لكم المكونات مكتوبة هنا، بصوا: زيت نعناع، زيت كمون، وزيت كافور، وزيت الشمار، وزيت الأوكاليتوس. يقول لك دهان ده ينفع لتسكين الألم، آلام الظهر والصداع والتهاب المفاصل والزكام كمان بينفع له. تحطي حتة منه على مكان الألم وتدعكيها. طبعا ده تبعديه
عن ايد الاطفال. دهان حلو، انا جربته في مرسى مطروح، حلو قوي، سكن معايا الام الركبه بتاعتي والام التهاب المفاصل. واشتريت زيتون كلاماتا الاسود، بصوا جميل ازاي. الزيتون ده انا بشتريه من السنه للسنه، يفضل عندي بملحه بالميه والملح وحبه زيت زيتون، وممكن احط له شويه ليمون بس كده. ده الكيلو ب35 جنيه. بصوا جميل، بيقعد من السنه للسنه لحد ما اشتري السنه اللي بعدها. جميل، ولا بيطرى ولا بيجرى له اي حاجه. كان هناك بقى اللي هو التفاحي، مرضتش هجيبه لان التفاحي مش بيستحمل، يعني عايزه تجيبيه تاكليه على طول، لكن ده بقى عاده من السنه للسنه. العزيزي لسه ما طلعش، بيقولوا طلع عندهم في شهر 11. انا جبت 3 كيلو ونص، هم عاملين الكيس كيلو، وزنين الكيس كيلو. انا جبت 3 كيلو ونص عشان على قد ايه البطرمان بتاعي بتاع الزيتون. انا بشيله ليه من السنه للسنه اعمله. ودلوقتي هعمل لكم جوله في المحل اللي انا اشتريت منه، اللي هو شيخ العطارين في سوق ليبيا في مرسى مطروح. عنده كل حاجه، عنده الزيوت وعنده بهارات، عنده الزيتون. عبد محمد الفردي. منين برضه؟ ايه هو صورتكم عندك هنا؟ صورتكم هنا ولا انت؟ وزيت رشيد. بس عبالي. سيدو تعال ابص.